قوي الناس بتفكر فيه، هي نتائج الحالات. احنا شفنا بقى قبل وبعد في عدد من الصور، اكيد. بس الفرق الزمني بين قبل وبعد، النتائج النهائيه بتظهر بعد قد ايه؟ نتيجة تجميل الأنف بتبان بعد 10 أيام، احنا بنشيل البلاستر بعد 10 أيام. النتيجة بتكون نتيجة مبدئية، دايما بنقول مريض شكل الأنف هيكون أحسن شوية من قبل العملية، إنما الشكل النهائي خلال شهور. لو احنا سين سكين اللي هو الجلد الرفيع جدا، النتيجة بتبان من 3 شهور ل6 شهور بعد العملية. لو احنا سيك سكين أو الجلد السميك شوية بيكون من 6 شهور لسنة، والانترميديت اللي هو الجلد المتوسط اللي شبه معظم المصريين للأمانة يعني بيكون خلال 6 شهور زياده شويه او اقل شويه. ده الشكل النهائي. طب ايه ميزه ان الشكل النهائي نوصل له ببطء شديد كده؟ ده عشان ما يبانش اثر للعمليه وما يكونش فيه ردود فعل عنيفه من الجسم. بنستفيد من حاجه ربنا خلقها في الجلد اسمها ريد راب فينومينا، ان الجلد يكش ويدخل جوه بعضه من غير ما يعمل علامات او ستريتش ماركس او الكلام ده كله، لان احنا بنصغر الانف، بنشيل جزء من العظم وجزء من الغضاريف والجلد بيفضل فاضي شويه. ده اللي بيعمل التورم بعد عمليه تجميل الانف، ولكن باستخدام ادويه معينه والمانيبيوليشن جوه العمليه او التكنيك اللي مستعملينها جوه العمليه بيساعد ان احنا النتائج ممكن تظهر قبل المعايير اللي احنا بنتكلم عليها. بس احنا بنكون متفقين في البدايه على الارقام دي.